معظم الناس فاكره انك لما بتشيل وزن تقيل وتعمل عدات قليله ده بيكون احسن ليك عشان تكبر الحجم العضلي، ولما بتشيل وزن خفيف وتعمل عدات كتير ده بيكون احسن ليك عشان تزود قدره التحمل مش عشان تكبر الكتله العضليه. يا ترى الكلام ده صح ولا لا؟ وايه هو اللي المفروض تعمله؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده ان شاء الله. خليكم معانا. اهلا بيكم في حلقه جديده من فيت باي ساينس. في دراسات كتيره اتعملت على موضوع الاوزان وتاثيرها عليك في التمرين، وانا النهارده اقول لكم الخلاصه بتاعتها في صوره مبسطه جدا. اول دراسه هتكلم عنها اتعملت سنه 2016، جابوا فيها مجموعتين من الناس. اول مجموعه كانوا بيتمرنوا باوزان خفيفه وعدات كتير، اما المجموعه الثانيه كانوا بيتمرنوا باوزان تقيله وعدات اقل، وكانت النتيجه ان المجموعتين اكتسبوا نفس الكتله العضليه من التمرين. والدراسه دي اتعملت على ناس مبتدئين، يعني اول مره كانوا يتمرنوا فيها كانت في الدراسه دي. وانت لما بتكون مبتدئ بيكون عندك قابليه للزياده والاستجابه من التمرين اسرع من اي شخص كان بيتمرن بقاله فتره كبيره. فعلشان كده في دراسه ثانيه اتعملت علشان توضح الفرق بين الاوزان الثقيله والاوزان الخفيفه وتاثيرها على الجسم، بس المره دي جابوا مجموعتين كانوا بيتمرنوا بقالهم فتره كبيره جدا، والنتيجه بقى اللي هم طلعوا بيها ان المجموعتين اكتسبوا نفس الكتله العضليه برضو. فقال لك بقى ان الفكره كلها في حاجه اسمها توتال وورك فوليوم او محصله التمرين بتاعك، ودي بتتحسب عن طريق انك تضرب العدات اللي انت لعبتها في عدد المجاميع في الوزن اللي انت شايله. فلما بتشيل وزن تقيل محصله التمرين بتاعتك بتبقى كبيره علشان انت بتشيل وزن تقيل، وعلشان تحافظ على النسبه دي ثابته لما بتشيل وزن خفيف لازم تزود العدات اللي انت بتلعبها، يعني ممكن توصل من 20 ل 30 تكرار في المجموعه الواحده. بس دي حاجه هتطول فتره التمرين بتاعتك، يعني بدل ما تتمرن ساعه الا ربع هتتمرن ساعه وربع او ساعه ونص. فلو انت من الناس اللي بتزهق بسرعه او ما عندهاش وقت النظام ده مش هيكون مناسب ليك. بس عايزك تعرف ان في عاملين اساسيين مسؤولين عن زياده الحجم العضلي: الميتابوليك ستريس والميكانيكال تنشن. الاوزان الثقيله بتشتغل اكتر على الميكانيكال تنشن، اما الاوزان الخفيفه بتشتغل اكتر على الميتابوليك ستريس. فاحنا لازم نجمع بين الاثنين مع بعض في التمرين عشان تقدر توصل لاكبر حجم عضلي. احنا كل ده بنتكلم عن الحجم العضلي، بس في حاجات تانية برضو بنستفادها من التمرين زي قدره التحمل والقوه. والدراسات اثبتت ان انسب طريقه تزود بيها القوه بتاعتك هي عن طريق انك تشيل اوزان تقيله، اما لو كنت عايز تزود قدره التحمل فده عن طريق انك تشيل اوزان خفيفه بس تعمل عدات كتير. الملخص بقى لكل الكلام ده ان اللي هيحدد الطريقه اللي هتلعب بيها هم حاجتين: مستواك وهدفك. بالنسبه لمستواك لو انت لسه مبتدئ انصحك تشيل وزن خفيف وبعد كده تبتدي تزود في الاوزان بتاعتك علشان تتجنب الاصابات على قد ما تقدر. اما بالنسبه لهدفك لو عايز تزود القوه بس ركز على الاوزان الثقيله، اما لو كان هدفك انك تزود قدره التحمل انصحك تلعب باوزان خفيفه بس بعدد تكرارات كبير. اما بقى لو كان هدفك انك تزود الحجم العضلي انصحك تجمع بين الاثنين، يعني تشيل اوزان ثقيله وتشيل اوزان خفيفه علشان تشتغل على العاملين اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الميتابوليك ستريس والميكانيكال تنشن. وده مثال لتمرين بايسبس. لو انت هدفك تزود الحجم العضلي هتلعب اول تمرين 4 مجاميع من 6 ل 10 عدات، وتاني تمرين هتلعبه 3 مجاميع من 6 ل 10 عدات برضه، بس اخر مجموعه هتلعبها دروب ست، يعني هتخفف الوزن على مرتين وتلعب اقصى عدد ممكن تجيبه. تالت تمرين هتلعبه 3 مجاميع من 10 ل 15 تكرار. رابع تمرين هتلعبه 4 مجاميع من 6 ل 10 تكرارات. كده يبقى انت عملت ميكانيكال تنشن باول ورابع تمرين، وعملت ميتابوليك ستريس بتاني وتالت تمرين، ودول العاملين المسؤولين عن زياده الحجم العضلي زي ما احنا قلنا. انا كده خلصت، يا رب يكون الموضوع وصل لكم بشكل كويس. انا حاولت ابسط الموضوع خالص علشان الناس قالت لي الحلقات اللي فاتت ان الكلام العلمي الكتير بيبقى معقد شويه، بس لو لسه في اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال يكتب في الكومنت تحت وانا هرد على كل الاسئله ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الحلقات الجديده ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. كان معكم محمود العطار من فيت باي ساينس. سلام.